مرحبا. اليوم غادي ندويو على الأحداث اللي وقعت مؤخرا حدا السمارة، وغادي نشوفوا شنو علاقتها بواحد التحرك اللي كاين في السياسة ديال الميريكان تجاه جبهة البوليساريو. هادشي غادي نديروه بناء على شي تحليلات وصلتنا. بالصح، هاد التحليلات مهمة وكتجمع ما بين شنو وقع يعني داك القصف وبين واحد المشروع ديال القانون جديد في ميريكان، وأكيد الآراء ديال الخبراء. ايوا الهدف ديالنا اليوم هو نفهموا مزيان هاد الترابطات، فهمتي، ونشوفوا كيفاش هادشي كامل ممكن يأثر على ملف الصحراء المغربية. يلا نبداو نشوفوا هادشي نقطة بنقطة. واخا. أول حاجة هي هاد القضية ديال التزامن، يعني القذائف اللي طاحت حدا السمارة واللي شي مصادر سماتها لحظة حاسمة، جات تقريبا في نفس الوقت اللي زعما بانت فيه هاد الدينامية التشريعية في ميريكان. شي حاجة جديدة هادي. فعلا هاد التزامن كيلفت الانتباه بزاف. دابا كاين واحد النقاش في الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون اللي الهدف ديالو هو يشوف واش يصنف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية. منظمة إرهابية؟ هادي خطوة كبيرة بزاف. القضية هنا ما كتوليش غير موقف سياسي عابر، لا، كتولي تأسيس لإطار قانوني صارم، يعني يقدر يتبعوا عقوبات وهذا الشيء. واخا، إذا إلا كان هاد الجو في ميريكان، علاش البوليساريو غادي دير هاد الهجوم في هاد الوقت بالضبط؟ شنو كيقولوا المحللين؟ كاين واحد التحليل مهم ديال الأستاذ أحمد العبدلاوي، هو ما كيشوفش أن الهجوم بالضرورة تصعيد عسكري مباشر ضد المغرب. كيفاش؟ كيقول الأستاذ العبدلاوي أن الرسالة الأساسية من هذا الهجوم غالباً ماشي للمغرب من الناحية العسكرية، ولكن هي محاولة باش زعما يفكر المجتمع الدولي والجيران بأن البوليساريو راه باقا كاينة. يعني بحال شي حد كيحاول يبان في التصويرة واخا الضو نقص عليه. هي هاديك تماماً، خصوصاً أن الحضور ديال السياسي والحقوقي في العالم تراجع بزاف. إذن كتولي بحال شي ورقة ضغط، وخافة ورقة ضعيفة في وسط هاد العزلة السياسية اللي كتعيسها. هادشي كيخلي القضية مشوقة، والتوقيت مع القانون الأمريكي. بالضبط، وهنا فين كيجي الربط. الأستاذ العبدلاوي كيربط هاد الشيء وكيقول أن هاد التزامن ممكن يكون علامة على واحد ارتباك كبير في طريقة اتخاذ القرار داخل الجبهة. ارتباك؟ يعني بحال إلا ما عارفين شنو اللي يديروا. ممكن، أو يمكن تكون خطوة استباقية باش يحاولوا يخلقوا شي بلبلة، فهمتي، يشوشوا بها على هذا المسار القانوني اللي بدا كيتزير عليهم في ميريكان وفي أماكن أخرى. راه البيئة الجيوسياسية تبدلات والمناورات القديمة ما بقاتش خدامة كيف شحال هادي. وفي المقابل ديال هادشي، المغرب كيفاش كانت ردة الفعل ديالو على هاد القصف؟ المغرب حسب المصادر الرد ديالو كان هادئ ومؤسساتي. شنو كتعني هادي؟ يعني التركيز كان على المسارات القانونية والدبلوماسية، ما كاينش شي رد فعل عسكري متسرع ولا شي حاجة. كيبان أن المغرب باغي يستثمر هذا الوضع باش يقوي الشراكات الاستراتيجية ديالو، خصوصا مع أمريكان، باش يدعموا حتى هما هذا الطرح ديال التصنيف. تماما، باش يستغل هذا الزخم التشريعي اللي كاين في الكونغرس ويدفع في اتجاه تصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية. واخا، ونفرضوا بصح تم هاد التصنيف رسميا في امريكان، شنو ممكن يوقع للبوليساريو ديك الساعه؟ ايوا الا وقع هذا الشيء العواقب غتكون زعما صعيبه بزاف على الجبهه. كنتكلموا على تجميد الاسوه الماليه ديالها في العالم، الفلوس يعني، الفلوس وكل ما هو مالي، زائد تقييد كبير على الحركه ديال الاعضاء ديالها في الخارج، والاهم هو منع اي دعم سواء مادي او سياسي مباشر لها. وهذا الشيء غادي ياثر على الجزائر. طبيعي جدا، هذا الشيء غادي يضرب بشكل كبير في الدعم اللي كتاخذه من الجزائر اللي هو اساسي لها، وغادي يبدل حتى الطريقه باش العالم كيتعامل مع النزاع ككل. يعني ممكن نكونوا كندخلوا لمرحله جديده ديال الضغط الدولي اللي مكثف بزاف على الجبهه. إذا إلا بغينا نلخصوا الأحداث ديال السمهارة ماشي غير حادث معزول، ياك مرتبطة بزاف باللي كيوقع في واشنطن. هي هذيك. والبوليساريو حسب المحللين كتحرك من واحد الموقع ديال ممكن نقولوا ضعف وارتباك، في حين أن المغرب مركز على الدبلوماسية والقانون، وهذا التصنيف الأمريكي المحتمل يقدر يقلب الطاولة كاملة. بالضبط، ولكن كاين واحد سؤال أخير كيبقى للتفكير، اللي هو بعيداً على التأثير المباشر على نزاع الصحراء، كيفاش ممكن هذا التحول المحتمل في السياسة ديال أمريكا تجاه البوليساريو يأثر على المنطقة ككل، خصوصاً منطقة الساحل اللي أصلاً فيها تحديات أمنية كبيرة ومترابطة. زعما واش ممكن يعرقد الأمور تماك؟ ولا يقدر يفتح الباب لشي مقاربات جديدة؟ تماماً، يعني
كيفاش هادشي ممكن يتفاعل مع جهود الاستقرار في الساحل؟ هذه نقطة مهمة ومحتاجة تفكير ومتابعة للمستقبل. سؤال كيبقى مطروح.